عدنا وياكم أحبتي المشاهدين وإكمال موضوع حلقة هذا اليوم مباريات كأس العالم، وبانتهاء مباريات المرحلة الأولى وانتقلنا إلى مرحلة مباريات الثمن نهائي بتأهل 16 فريق ومغادرة نفس العدد من تلك الفرق. نطرح عليكم موضوع الحلقة الاستفتاء. كافة المشاهدين والمتابعين، كيف ترى حظوظ المنتخبات 16 وما المنتخبات التي ستواصل المسير؟ أريد 4 فرق، آخر 4 فرق مثلا في رأيكم أنه يصير اختيار، تقدرون تواصلون معنا إن كان عبر المسجات وإن كان عبر الاتصال أثناء هذه الحلقة. منشور الأرقام في أسفل الشاشة، وفيما يخص مستمعين راديو العمل الاتصال مباشرة على خط الآساسية 077261 52076 وخط الأثير 078 5097 9199 وخط الكورك 0750 5601 452. كابتن، بعد ما استطلعنا المجموعات وما ضمت من الفرق المتبارية، حدثت هنالك مفاجآت أنا أعتبرها يعني البعض منها من الإعلام الثقيل، يعني كان حتى في يعني أبعد احتمالاتنا ما كنا نوصل لما آلت إليه بعض المباريات. يعني لو نجي نتابع يعني مباريات المجموعة الأولى لربما لم تحدث بها مفاجأة، ولكن يعني البلد المضيف للبطولة كان أملنا في المنتخب القطري الشقيق أنه يذهب بعيدا، حتى وإن كان يعني يخرج من الدور الأول، ولكن ليس بهذه النتيجة. يعني قدم مستوى، أنت أخرج بس مو تخرج خالي الوفاق، لا نتيجة ولا أداء ولا إلى آخره ولا روح يعني موجود. وأساسا أنت كان استعدادك قوي وجمهور حاضر 80,000 متفرج، داعم قوي. يعني شفتك مفاجأة بالمجموعة الأولى لو كان يعني مو مفاجأة، يعني نتيجة غير متوقعة من منتخب قطر مثل ما ذكرتك في البداية أستاذ حسين، من خلال الاستعدادات اللي حصلها والدعم الحكومي، دعم حكومي قوي كان قطر. نعم. ونتائجه آخر شيء بكأس الخليج، كأس آسيا، وقدم مستوى، عندهم لاعبين متميزين، المعز والثاني الوسط، لاعبين متميزين أحسن لاعبين بآسيا. نعم. بس النتيجة متفاجئة مثل ما ذكرت، يعني لا مستوى لا أداء لا روح، فريق متراجع وفريق تعبان، اللياقة ما عندهم. فاجئنا. مع العلم أنه سجلت الملاحظة يعني خلال فترة جميع المباريات أنه دائما المنتخبات الآسيوية والأفريقية استفادت من موضوع المنطقة والمناخ ونسبة الرطوبة والحرارة، كانت تصب في صالح الآسيويين استفاد من منتخب قطر. أنت بلدك وملاعبك وماخذ يعني تكيف فيها الأجواء، المفروض تستغلها. هاي نقطة مهمة جدا، المفروض واحد يعني خليها في نظر الاعتبار. زين كابتن، نقول المجموعة الأولى منتخب قطر كنا نتأمل، ولكن هي كانت محصورة لو على الواقع الأرقام اللي عندنا هولندا سنة والإكوادور. يعني كانت هي هولندا وسنة أكثر فريقين يعني كان النظرة لهم ينافس قطر على البطاقة الثانية. قطر كان ينافس على البطاقة الثانية بين الإكوادور والسنغال. مستوى متقارب إلى. زين، ما بين الإكوادور والسنغال، يعني هل السنغال هو يعني لو كان بإمكان الإكوادور بعد فوز السنغال قدم مستوى جيد خاصة المباراة الأخيرة، بس حق التأهل. يعني كان حتى التأهل مالته على حساب المنتخب الإكوادوري. أيوه. يعني بعد أن فاز يعني. وخاصة المهاجمين يعني قدموا مستوى جيد، فازوا وداعراء شفناه آخر لحظة. يعني نقدر نقول إنه المجموعة الأولى يعني ما بهذيك المفاجآت القوية، يعني متوقعة شبه متوقعة. المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هي صارت بها حكينا خاصة المباراة الأولى إنجلترا وإيران.
نتيجة كبيرة وانجلترا ما لعبت ذاك المستوى. شفنا يعني اخر الشوط الثاني يعني نصف الشوط الثاني مرتاحة حتى المعلقة وحدة التدريبية صارت المنتخب الانجليزي 6-2 نتيجة كبيرة. هوية المنتخب الايراني في المباراة الاولى اين كانت؟ احنا من خلال متابعتنا يعني حتى الصحف القنوات قالوا هناك ضغط سياسي حكومي على النشيد الوطني ما احد قرأ ابتعدوا اغلب اللاعبين انا ما قرأوا كنت بيت حاولت نعم. من استفسرنا عندنا زملاء واصدقاء يعني هناك ضغط كان على المنتخب الايراني من الحكومه. انا اليوم العب باسم بلدي بدون نتائج منهم ضغط فهذا انعكس بالمباراه الاولى. بس بعد متابعه الجمهور وتشجيعهم والظاهر دخلت مع عوائلهم تغير النفس. كابتن اليوم انا اخسر بالنتيجه مو فارق 4 أهداف 6-2 فرق كبير مع اداء يعني مشاكل داخليه بايران اكسد عليهم. هناك مشاكل داخليه وضغط سياسي من الحكومه يريدون نتيجه من المنتخب حتى يعكس صوره ايجابيه عن بلد ايران. فهذا الظاهر صار عكس. هل تعتبر هاي مفاجاه؟ انا كنت متوقع أن تخسر ايران او تتعادل ولكن ليس بهذا الحجم من الاداء. قلت على الشوط الثاني النصف الثاني ما لعبت راحت يمكن كان تضيف النتيجه صار 10-2 او 8-2 اكثر. يعني مفاجاه كانت هاي بالمجموعه الثانيه. زين حتى يعني اداء المنتخب الايراني في 3 مبارياته مع الولايات المتحده يعني انا كان ظني انه تتفوق ايران ان لم نقل انه تتعادل على اقل تقدير وهي تكون متاهله ب4 نقاط ويكون منتخب الولايات المتحده بنقطتين من تعادلين يعني المشكله حتى احنا نعاني من المنتخب العراقي عندنا خيارين نترخى باللعب بكل طاقتنا. فكان نازل هو المنتخب الايراني خيارين الفوز او التعادل ضمان تاهل. فشفناه الشوط الاول يعني مو قوي لا ضغط على اللاعب لا لا هجوم الا صار هدف عليه اضطر المدرب اللاعب الضغط لحد اخر دقيقه حاول يسجل هدف بس ما توفق. يعني في هذه المباراه امريكا وايران مباراه كانت حساسه جدا مفصليه للمنتخبين طبعا. كان خيار المنتخب الامريكي يلعب للفوز ولا غير الفوز ليضمن التاهل والمنتخب الايراني في مسألتين الفوز او التعادل. يعني المنتخب الايراني والمنتخب الامريكي في هذه المباراه ايش قد تنطي نسب في غنى عن النتيجه. الشوط الاول كان 60% للامريكي و40 لا الشوط الثاني بالعكس قلب الطاوله المنتخب الايراني وحرج المنتخب الامريكي وهذا اكثر من فرصه يسجل بس ما توفق ما كان موجود. هل نعتبر هاي مفاجاه؟ مو مفاجاه يعني تقريبا نتيجه عادله للطرفين. وشيء نذكره هم شغله كانت نتوقع حسين مشاكل داخل الملعب ومضايقات بين اللاعب. بالعكس شفنا اللاعب يكسر اللاعب الثانوي على خطا يسامحه ويبوسه وخاصه باخذ. لا رياضه عكست الوجه الحقيقي للرياضه. رساله مسج يعني جميع الناس من الرياضه بعيده عن السياسه بعيده الشعوب بعيده. وهذا المضبوط وهذا الصح. ما حد كان متوقع وهذا الصح. بالعكس طلعت بروح رياضيه حلوه وما فيها كارتات يعني من اول ما شفنا. ممتاز. عكس ما كان متوقع له. زين المجموعه الثانيه المجموعه يعني ام المفاجاه المنتخب السعودي وهذه الانتفاضه القويه والاداء الرجولي والفريق مرشح هو الفوز بالكاس العالم. لمن يعني تعود اسباب خساره الارجنتين يعني هل هي دخلت بثقه عاليه؟ ثقه عاليه واستهزاء بالفريق المقابل وميسي يعني نشوفه بمستوى نقول فارق العمر بين العمر عنده الاصابات او التعب او الحاله السلبيه بباريس سان جيرمان عكست عنده بالمنتخب الارجنتين مع النادي ده يعكس عنده يعني هناك ما متوفق في النادي عكست في كل هاي الامور. زين بس لربما عدم تغذيه اللاعب ميسي والمهاجمين الاخرين انه بالكرات كان سبب. دي ماريا لم يكن في مستواه يبخس حق السعودي خاصه حارس مرمى السعودي يعني قدم مستوى جيد وبعد كرات يعني كرات ما الظهير الايسر لاعب ياسر اللي يعني قدم مباراه رائع رغم خروج يعني كابتن الوسط ملك الوسط افضل لاعب وسط. نعم تعرض الاصابه قلنا حيفلش فريق السعودي بالعكس قاوم وقدم اكثر مستوى. بس اللي جلب انتباه
انتباهي بشكل خاص واكيد المتابعين انه الظهير الايسر ادى مباراة العمر رغم اصابته، رغم هذا حد من خطورة دي ماريا، حتى في بعض الاحيان انه ينضم انه يحد ويحجم من يرجع ظهير ايسر يتقدم هذه كانت مستوى الجمهور تفاعل، ما كان متوقع الجمهور. استحق المنتخب السعودي الفرصة؟ استحقوا، هي فرصة هاي احنا فرصة استغل المنتخب السعودي يعني يلعب باعتبار بأرضه. نعم. قطر باعتبار أرضه. نعم. الجمهور فرق نص ساعة عن قطر، عن السعودية، عن الكويت، كلهم الجماعة التشجيع والهاجيج صارت كلها يا سعودية. يعني الجانب المعنوي إذا شوف احنا اللاعب دائما يعني على الجمهور، يبعد الجمهور يعطيه حافز أكثر بعد. كان واقعي يعني. واقعي. شغل مرتب. بالمقابل المنتخب الارجنتيني بالمقابل عكس، هذا اللي حكينا كلنا انعكس على لاك وروح لاك ومتوقعين فاجأة. ما كان بالامكان المنتخب الارجنتيني يعوض؟ حاول وصل، بس كان دفاع منظم للمنتخب السعودي ويخلفهم الحارس متميز والقى كرات خطره، كلش خطره. مدرب المنتخب السعودي استخدم طريقه صحيح لامتصاص بين الشوطين، زخم اندفاع اللاعبين بمصيدة تسلل، يعني حتى اهداف الغيت كسر، يعني كسر، يعني هذا تعرف داخل يعني الملعب نفسية اللاعب ايش قد تنكسر. وذكرتني استاذ حسين عاشور بين الشوطين شفنا تصوير المدرب السعودي، قال له انت اللاعب السعودي اضغط انت وقف تدفع ميسي ما بين الشوطين تاخذ صوره ميسي ياخذ صوره وياه شعبك شلون انت تفوت فرح عليه. ما كان عصبي شويه عصبي بالاداء يعني. هم فايزين هو باقي متعصب حد اخر دقيقه. يعني العامل النفسي ده كان دور كلش ممتاز. هذا مدرب محترف. بس احنا نعرف ما بين الشوطين يجب ان تقسم الربع ساعه، تقسم هذه الفترة أو المدة الزمنية أو الربع ساعة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى أو الجزء الأول 5 دقائق شرب السوائل والفاكهة، مجرد النظر، وأنه تطمن اللاعبين على ما حدث إليه فترة الشوط الأول. 5 دقائق الأخرى تظهر، يعني هاي فلسفة التدريب ما تعلمناها، تظهر الإيجابيات قبل السلبيات اللي أدوها اللاعبين، ومن ثم مر بشكل سريع مرور الكرام على الأخطاء، بحيث يعني ما نقول إنه هذا خطأ وإنما كان بالإمكان يا فلان تؤدي أحسن من هذا الموضوع. هذا الموضوع لو ما فلان إنه كان غير موضوع. و5 دقائق الأخيرة لازم تخرج الملعب لبداء الإحماء للشوط الثاني. يعني أنا شفت إنه كان مشدود المدرب، وكان صح شوية أنطى زخم معنوي، يعني الحمد لله والشكر. في الكواليس ما نعرف شلون يصير ما يصير في الكواليس، فأكيد هناك أمور خافية ومعنى بالإعلام، فهو تطرق لها بشكل. إيش قد تعطي نسبة للمنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني في كلا الشوطين؟ بعيد عن 60% السعودي و40%. وذكر في شيء استاذ حسين، هاي نتيجة الدوري القوي، الدوري السعودي. نعم. فشفناه انعكس ايجابي، عكس الدوري القطري او دورينا باقي الدوريات. نعم. فالدوري السعودي قوي ومدربين محترفين يتعاملون مع مدربين على مستوى عالي، على لاعبين محترفين. بس احنا مجرد لاعب محترف اسمه نيجيري او برازيلي تجيب لا، اسم له دور، له سيفي قوي، له نتائج قويه، يستفاد. افقد بظلالها قوه الدوري السعودي على مشاركته في هاي لازم نهتم بجانب، نستفاد من الجانب. زين. المجموعه الرابعه المجموعه يعني مفاجاه تونس وفرنسا. تونس فرنسا قدمت مستوى، خاصه مع عناصر كلهم تشكيله شبابيه. اعمارهم تتراوح عن الماكسيمم مالتهم 23 24. هذا حتى يأهلون يلعبون مونديال جاي اغلبهم كاس عالم اخر. والمفاجاه كانت تونس كانت نامل بيها تصعد، لو كانت تعادلت او فازت. يعني فوزها على فرنسا اعطانا امل انه تعادل واحد خلاص صحيح. ولكن خسارته يعني غير. مونديال مفاجآت كلها، يعني كلها لاخر لحظه ما تعرف من اللي تأهل من والشيء هسه القانون مثل ما عرفت يضيف
10 دقائق 12 دقيقه بعد ماكو مجال للتحرك وترجع الكره. يعني بالكره هي الدقيقه بالقدم اكيد تقلب موازين. نعم. اذا دام الفريق خسران يدري اكو 10 دقائق يقدم بعد كل ما عنده حتى يقدم. وهذا راح تاخذ من مستوى اللياقه البدنيه. يجب ان تكون الفرق بكامل الجهوزيه لخوض مباراه. كنا نقول 90 و15 ب15 ربما يصير 120 وبعدين لا هسه لربما 150 توصل. انت شلون شفت مستوى المنتخبات؟ شلون رايك؟ اكيد هنالك بعض المنتخبات انه يعني تاثرت سلبا، وكو بالعكس بعض المنتخبات استفادت من هذا الموضوع. صحيح. بحيث عدلت الموضوع. بالعكس حاليا يعني هسه تدريب اللياقه البدنيه اصبح من اهم الامور في لعبه كره القدم. يعني مهم جدا جدا اللياقه البدنيه، العامل البدني. ليش؟ لان الفيفا بعد ان وضع انه الوقت يحتسب ما دام الكره في داخل الملعب. اذا كان خارج الملعب يعوض. هذا جانب. الجانب الاخر ما تعرف شو وقت انه المباريات في اي فصل، ما تعرف في اي منطقه، لربما استوائيه، لربما في اماكن حاره ذات رطوبه عاليه كقطر وكيتش الايراني او الى اخره، او كان يكون في مناطق يعني بارده جدا في اوروبا او يعني العديد. البدني ضروري كلش، ضروري جدا يتاقلم مع شنو؟ مع فتره او قرارات الفيفا بتمديد او تعويض الوقت المستقطع، وكذلك في الاماكن التي تقام بها كذا بطولات. زين. المجموعه الخامسه انا اسميها المفاجآت. يعني ابتداء من تصدر المنتخب الياباني، من فوز المنتخب الياباني على اسبانيا، وفوزه على منتخب المانيا، والمفاجاه الاكبر شوف هنا اسبانيا من تفوز على كوستاريكا 7-0 وتجي تخسر مع اليابان. اليابان خسرت يعني هذا وكانه انت في دوامه ما حد خبراء كلهم، وهسه قاموا يعتمدون حتى الباندا. تذكرها الطرفه. نعم. تروح على البرازيل، اخي شيء شفتها راحت على البرازيل. نعم. بس كاميرون فازت على البرازيل، صاروا يعتمدون على الباندا مرتين ثلاثه الصحيحه. نعم. يعني هذه بطوله كاس العالم فيها العديد من المفاجآت، ولكن تبقى المجموعه الخامسه حسب رايي وحسب ما موجود على المفاجآت. يعني اليابان، يعني قبل كم سنه يعني الاتحاد الياباني قال انه بال 2050 صحيح ياخذون كاس العالم. يعني ما معقوله، بس ما نراه بشكل متدرج مدروس. يعني من انت تخرج المانيا نهائيا من منافسات بطوله كاس العالم، وقفتها يعني شدت خطورتها زين، تفوز على اسبانيا وضغط قوي عن النتائج، وتتصدر المجموعه. شلون كل جدارة صدرتها؟ شلون شفت الواقع؟ يعني المنتخب الالماني كانه ضاع، منتخب عادي دا يلعب، لا عنده هجوم لا عنده خط وسط، ودائما دا يصير ضغط المنتخب الياباني حتى على حارس مرمى الالماني. يعني شلون عندهم لياقه بدنيه، هم ذكرنا. نعم. عندهم ضغط حتى اخر استفاد من هاي الفقره المنتخب الياباني، استفاد من هاي الفقره. زين. كوستاريكا هل تستحق يعني هذا الموضوع؟ كوستاريكا بدايه المباراه او بطوله خسرت. فاحنا حتى فرحنا قلنا ما زين لعبنا يعني فريق ضعيف. ما صار لعبه وديه، قلنا فريق ضعيف. اكو بعض التعليقات يعني هذا الشيء مضحك، يعني كاتبين هاي حوبه عافتنا. ولكن المنتخب الكوستاريكي بس بعدين المباراه الثانيه يعني فوزه عنده فوز لا تنسى. يعني هذا موضوع اخر. مستوى جيد قدم. ما اعرف يعني المنتخبات وكانه يعني بهذه البطوله يعني ماكو اسم الفلاني على اسم، يعني داخل الملعب تتغير العديد من الظروف، حاله الطرد، الهدف المبكر. اغلب كثير من المباريات يصير الهدف مبكر يقلب الموازين، ياثر على المنتخب الثاني. اثر يعني كثير. يعني واحد من عندنا مباراه كانت صربيا يمكن سويسرا اول 3 دقائق، فاثر الفريق الثاني يحاول يقدم، لازم يعيد حساباته، يغير من شكل الفريق، يعيد من اسلوبه واستراتيجيه العمل. انتبهت لقريته دائما الهدف المبكر اثر على
نتائج المباراة، لأن الفريق الثاني يحاول يضغط في هجمة مرتدة. زين احنا هسه نقول المجموعة الخامسة أم المفاجآت، المجموعة الثالثة يعني فخر العرب أنه من تتصدر أو يتصدر مجموع فرق المجموعة السادسة المغرب العربي بما شاء الله، يعني عنده فوزين. بلجيكا مصنفة يعني 10 الأوائل. الحصان الأسود كان في بطولات سابقة. اي مصنفة 10 الأوائل. زين تفوز على كذلك منتخب كندا. لربما نقول كانت الكفة متساوية، انه اذا فازت كندا على المغرب او المغرب على كندا او يتعادلون متقاربين، ولكن ان تتغلب على بلجيكا ويكون عندك يعني 7 نقاط، فوزين وتعادل. كرواتيا فريق متميز، فريق متميز. يعني انت تفوز على كرواتيا، تفوز على بلجيكا، تفوز على الكندا، وتتعادل مع كرواتيا، تحصل على 7 نقاط. مستوى محافظ عليه، مستوى جيد يعني. محافظ مثل ما ذكرت بالبداية، لياقة بدنية عالية. نعم يمتازون منتخبات شمال افريقيا، يمتازون. تطبيق الواجبات بشكل صحيح. نعم. خطوط متقاربة بيناتهم، يعني حلو اللعب، تونس عليه. مثل حارس مرمى المنتخب المغربي شنو رايك؟ عنده بعض الأخطاء بس نحاول بالكثير نتجاوزها بالدور 16. ابرز ما يميز المنتخب المغربي اللعب الجماعي. اللعب الجماعي واللعب حد آخر لحظة. اللياقة البدنية، طول القامة، جسم يعني جسم أجسام مختارين، شلون لياقة بدنية عالية وكتف الاحتكاك. يعني المنتخب المغربي شرف الكرة العربية في هذا المونديال إن شاء الله. إن شاء الله كنا نتأمل إنه المنتخبات العربية إنه جميعها يعني 4 منتخبات كان لأول مرة، إنه كان بس الحمد لله والشكر على كل شيء. كان قاب قوسين أو أدنى المنتخب التونسي كان ليتأهل إلى الدور الثمن النهائي، ولكن المباراة الأخيرة كانت بداية ضيع الفرصة وحاول بس ما قدر. ونغلب بس المنتخبات تلعب بس تنتظر نتائج بقية مجموعتها، بس شيء مرتبط بشيء. المجموعة السابعة كاتب يعني لربما البرازيل وسويسرا بتأهلهما، يعني هذا منطقي، ولكن مفاجأة الكاميرون مع البرازيل، فوز على البرازيل، يعني ما أعرف هذا هو. ربما البرازيل لعب بالخط الثاني او اغلبيه احتياط. كاميرون مو مثل باقي المونديالات النسخ السابقه شارك فيها، تحس مستواه يعني نازل وحقق هاي النتيجه. ودائما المدرب يلعب دفاع يعتمد على مهاجم واحد بس، بالشوط على المرتدات ينزل ابو بكر يمتاز بالسرعه والمراوغه والتسديد البعيد. منتخب عنيد. يتفاجئنا مستواه كان اقوى النسخ السابقه. زين انا اعتبر هذه المفاجاه الوحيده في المجموعه السابعه. فاجئه مباراة أخيرة والبرازيل ضامن التأهل وما عنده شيء، خسر المنتخب الكاميروني. فرصة اللاعب بديل هم شارك تجربهم بعد أكثر يكسبون خبرة. زين احنا نشوف مثلا ما قدمه المنتخب البرازيلي في المباراة الأخيرة مع المنتخب الكاميروني، هذا يأهل لتجاوز لإكمال المسير. لا هذا المستوى يأهل، يعني عنده فرق قوية، عنده إنجلترا، عنده إسبانيا، عنده مباريات مهمة. يعني صح مباراته الأخرى مع كوريا الجنوبية، ولكن لا يستهان به. منتخب الكوريين لا يستهان به. بالعكس هذا الفوز طاهم دافع أكثر للتقدم الأمام. هذا الموضوع راح يخلينا ننتقل إلى المجموعة الثامنة، وهذه مفاجآت بالمجموعة الثامنة. كوريا الجنوبية آخر يوم دور المجموعات لا ولا آخر لحظة. آخر لحظة. يعني كمل مباراته وبعد ينتظر ما تقول إليه مباراة أورجواي. يعني كان ينتظر يعني هاي المونديال فشيء عالم تتعلق آمال بعض المنتخبات على آمال بعض منتخبات أخرى في نفس المجموعة. حد آخر لحظة، حد صافرة الحكم كان فوز كوريا الجنوبية على البرتغال. يعني مو مفاجأة، وإنما يعني قلب موازين كل هي هذا هم شلون اثبت وجوده. كان هناك متعثر بتوتنهام فصار جهد ذاتي، انطلاقا من الوسط، هجمه مرتده مع 3 مدافعين من فريق البرتغال، تمريره وبينيه وبكاء
هنالك لقطة صار الوجه هو عنده صار هنالك لقطة ما بين بكاء سون وما بين كان فرح وكان حزن. يعني لقطة دائما تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي. مخرج ذكي وجماعي. انه سون مع لاعب الباراغواي. ويا اغلب المنتخبات عندهم لاعبين محترفين. الاورجواي قصدي، عفوا الاورجواي. اغلب المنتخبات في المشاركة الأخيرة مثل ميسي الأخيرة، رونالدو، سواريز، بعد عندنا ذكرنا واكو لقطة دائما في الفيسبوك دائما او الانستغرام انهم خلينا ميسي ورونالدو ايهما يكون في اخر المطاف. فهاي النسخة الأخيرة لهم يعني عندك وايد. أكيد أعمارهم متجاوزة. بعد ما يثبتون وجودهم ياخذون كاس يسجل. بس رونالدو سجل العديد من الأرقام القياسية، مشاركة له وتحقيق الهدف وإلى آخره، وكسر رقم اللي هو اللاعب الأكثر تسجيلا في نهاية كأس العالم. مو صحيح. هذه كل الأمور يعني ما أعرف كابتن حتى ننتقل لمباريات دور ثمن النهائي. ناخذ فاصل ونعود إليكم لإكمال يعني المحور الآخر الذي سنتطرق به فيما يخص مباريات دور الثمن النهائي. فاصل ونعود إليكم حدثي المشاهدين. عدنا وياكم أحبتي المشاهدين والمستمعين على حد سواء، وإكمال الشق الثاني من موضوع هذه الحلقة بطولة كأس العالم. تكلمنا في المحور الأول أنه مباريات الدور الأول دوري المجموعات، وانتقال 16 فريق إلى دور ثمن النهائي. كابتن، أول المجموعة الأولى المتصدر هولندا سيلاقي اليوم في تمام الساعة 6 أو 7 في توقيت بغداد ثاني المجموعة الثانية الولايات المتحدة. كيف ترى وأنه البطل المجموعة الأولى ب7 نقاط المنتخب الهولندي أتى من فوزين وتعادل، سيلاقي منتخب أمريكا الولايات المتحدة ثاني المجموعة الثانية بفوز وتعادلين. صح حسين، من خلال اطلاع على الفرق المواجهات مثل ما ذكر نفس المجموعات متوازنة. نعم. وهذا يخدم الفرق الكبيرة في البرازيل إسبانيا حتى تبتعد عن المواجهة فيما بينها. هذه أول مرة تصير تقريبا في تاريخ، يعني دائما تصير مواجهات دور 16 تخرج الفرق الكبار ونخسرها والجمهور يخسرها. نعم. وتقل المتعة المتابعة. نعم. الآن لا بالعكس، يعني فرنسا واحدة، انجلترا، برازيل، برتغال، ارجنتين، هولندا كلها على جهة، مقابل الفرق الثانية مستوى أقل. ماكو أقل. كابتن المباريات اللي شفناها صحيح تابعناها ماكو أقل يعني يجيك منتخب بعيد عن حساباتنا تلقاه متصدر يطلع الفريق الكبير. والدليل عندنا اليابان تصدر، المغرب تصدر. يعني هذا من ضمن احنا صح تقول هولندا، الارجنتين، فرنسا، انجلترا، البرازيل، البرتغال، ولكن المغرب واليابان تصدروا. يجي وايد عوامل تجي، دولة جامعة تختلف. نعم. يقول مثل شنو تعامل الخبرة، شلون نتعامل على هاي الطريقة. هاي المباراة لا تقبل قسم على 2. ايوه. ام فائز وتكمل المشوار، واما
خاسر اغلب وتنهي. اللاعبين عندهم خبره مثل لاعبين هولندا، انجلترا، البرازيل، يعرفون شلون يتعاملون وياها لحد اخر الدقيقه. ما تشك اكو راح يكون عندنا يعني مفاجئ؟ مثل هولندا وامريكا لا ما هولندا لان راح يلعبون من البدايه لأجل الفوز. صار عندهم تجربه، استفادوا من الاخطاء هاي الثلاث مباريات، كانوا يستهون بالفريق الاضعف او بالاسم نعم. اول مره يشارك. نعم. فاكيد هاي الكادر التدريب خاضها وعالجها بشكل صحيح. هم اللاعبين نفسهم بعد ما يقعون بالخطا مرتين، قلت لك عندهم خبره. فاعتقد راح تمشي للتعادل، ضربات جزاء يمكن تخدم الفريق المقابل. يعني تنبؤاتك لهذه المباراه؟ هولندا وامريكا، هولندا تفوز هولندا؟ هولندا تفوز، او تعادل ضربات جزاء هولندا تفوز. حضر نفسك الاربعاء تكون موجود هناك ان شاء الله. ربما تفوز انت. الارجنتين واستراليا. الارجنتين واستراليا. الارجنتين متصدر المجموعه الثانيه 6 نقاط، والفريق العفو المجموعه الثالثه متصدر المجموعه الثالثه، الفريق الاسترالي 6 نقاط، المجموعه الرابعه، ثاني المجموعه الثانيه الرابعه. من الميل كيف تميل الارجنتين متوقع مفاجئ؟ لا ما في مفاجئ، ما اعتقد مفاجئ، مثل ما قلت لك الخبره راح يلعب دور هسه. مباراة حسب الا ضربه جزاء او الشوط الثاني تبقى عامل اللياقه. استراليا لياقتهم دائما اكرات العاليه. دائما يمتازون بالاطراف والضربات الرئيسيه استفاد منها، ياخذ له مثل هاي مباريات اليوم. مباريات يوم غدا الاحد فرنسا وبولندا، راح يكون فرنسا بولندا، وراح يكون انجلترا السنغال. نفس الحال ينطبق عليهم فرنسا اتوقع وانجلترا. تبقى اليابان وكرواتيا. ما تتوقع السنغال تحدث مفاجئ؟ انجلترا فريق يعني اقوى هجوم بالثلاثه هجوم يعني انجلترا. والسنغال يمتلك اقوى حارس مرمى، هو ساهم في تاهل. ولا تنسى الطقس الجانب شوي هم يكون، لربما يكون هنالك مفاجئ لربما. واليابان وكرواتيا. كرواتيا انا اعتبرها يعني ما تقدر تتنبأ بها. هي متكافئه. يستغل الاخطاء الغير متكافئه مع افضليه للمنتخب الياباني دا يلعب كره قدم حديثه وكانه عندك بلاي ستيشن. قلت الاخطاء يعني تمريرات سريعه بمسافات قصيره، بانتقال كره، ببناء صحيح، بفينيش، بضغط، يعني منظم الى درجه. يعني عندما تمتلك او يمتلك المنتخب الياباني الكره، ترى ان هنالك سلاسه وانتقال سريع بالكره، وفي حاله فقدان الكره الضغط المباشر على حامل الكره. قلت لك يعني اسبانيا والمانيا يمتلكون مهاجمين متميزين، بس ما قدروا مع المنتخب. ما قدروا يعني لربما اليابان لها حلوه اكثر 60% على كرواتيا في هذه المباراه، لربما اكيد 60%. زين، ياخذون هدف مبكر اتوقع اليابان. هدف مبكر. تم فالطريقه بالاداء يعني اختلفت اختلاف عن باقي السنوات السابقه. المنتخب البرازيلي وكوريا الجنوبيه، هل سيكون المنتخب الكوري الجنوبي؟ كوريا لعب نفس المباراة الأخيرة أمام البرتغال وقدم مستوى، أتوقع يحرج المنتخب البرازيلي، يحرجه. يسبب له حراج. لربما. وإذا وصل لضربات جزاء كوتشي مات متميز كوري. لمن تعطي الأرجحية والكفة الفوز؟ أتوقع تعادل تنتهي. برازيل كوري؟ يعني كوريا كله فريق عنيد وصعب يكسبون. هي التعادل يلعب ضربات جزاء. احنا شفنا البرازيل بلا نيمار بلا هوية. وكأنه نيمار هو الهوية. نيمار اتوقع يشارك كابتن حسين إصابته. نيمار لربما المدرب كان له رأي انه يستراح بهذه المباراة. وحسب وسائل الإعلام كان الكاحل عنده مباراة شوية إصابة بسيطة. الطب الحديث حاليا يقدر يذلل بعض الأمور يعني. المغرب وإسبانيا الجارتان العنيدتان. احنا ذكرنا قبل الفاصل المغرب من فازت على بلجيكا، صارت أحداث شغب أكيد. سمعت بلجيكا يعني جارتان نفس الشيء. المغرب أكبر جالية بلجيكا جالية المغربية. نعم صح. فشو كيف أنت تعيش هناك وتغلب تفوز علينا؟ يا صار كأنه غير تعكس
او عكس ما جرى في مباراه ايران وامريكا. عكس هذا شلون صار وهذا شلون صار؟ يعني هذا محبه استاذ محبه هم يقولوا الرياض تقربت بعد. فالمغرب واسبانيا يعني المغرب واسبانيا غير اللاعبين المغربي يلعبون الدوري الاسباني. فاكيد يعني نفس المباراه نديه ويصعب تكهن نتائجها. يعني هذا راح تكون من اقوى المباريات. اقوى المباريات لربما هي مباراة اليابان وكرواتيا انا اعتبرها من اليابان وكرواتيا يعني من اقوى المباريات راح تكون يعني متقاربة جدا يعني. هجمة بهجمة. زين البرتغال وسويسرا. البرتغال 60% وسويسرا 40%. ولو سويسرا فريق قوي. بنية جسمانية قوية كلش اللاعبين. نعم. يميزون بها الاحتكاك، تسديد خارج منطقة الجزاء. البرتغال أداء في المباراة الأخيرة لم يكن المستوى المطلوب. فاجأ الجميع. كان مترهي يعني متأهل هو ونزل الاحتياط أغلبيته. وما هي مباراة دور المجاميع تختلف عن مباريات الحاسمة. لا أكيد هذا لا تقبل قسمة الاثنين. زين هسه من خلال هذا اللي استطلاع سريع لمباريات اليوم وغدا وبعد غد وما يليه اللي هي راح تكون عندنا 8 مباريات. مباراة حد يوم 3. كيف يرى نبيل الزبيدي حظوظ أي من المنتخبات الثمانية للتأهل لدور ربع النهائي؟ نقول هولندا، الأرجنتين، فرنسا، انجلترا واليابان، البرازيل والمغرب، البرتغال. يعني الجاي الأوائل كلهم يعني يهمك حتى إن شاء الله. لا يبين الأوائل كلها من كل مجموعة إنه أنت يعني خلي شيء يطلع منها تبقى جزاءات. لربما مفاجأة واحدة أو اثنين. يعني أنا ما أعرف يعني إنه كرواتيا اليابان إسبانيا المغرب. يعني الأوائل كلهم بس أتوقع يصعدون دور 8. زين الترشح من 4 فرق للمربع الذهبي. البرازيل أولا. البرازيل أول واحد. يجي وراء انجلترا فريق متميز وفريق شاب. فرنسا. تبقى المركز الحصة البطاقة الرابعة بين هولندا البرتغال المغرب اليابان. اي يعني الثلاثة ضامنين أرجنتين فرنسا البرازيل. ضامنين. فريق مرتب وعناصر متميزة. وفريق شاب خاصة انجلترا وفرنسا. بعيد عن المباريات وبعيد عن ضغوطاته وبعيد عن كل الأمور. أنا مرات أرجع متأخر للبيت وتكون أكو مباريات يعني ما ألقى الشارع كل ما بيه لا محل مفتح بس اللي فيه هذا شيء الشوارع كلها فارغة. فهذا شيء إيجابي لو شيء سلبي لو شو نشوفه يعني العوائل العراقية والمجتمع العراقي ومدى تفاعله معه. من فوائد البطولة الصارت بقطر التوقيت. يعني احنا اكيد شفنا امريكا الامريكيه صارت نص الليل مباراه روسيا بعض الدول جنوب افريقيا. نعم. يعني كنا نقدر نداوم الموظفين او كطالب. نعم. وهي يضحي المباراه ما يشوفها او اذا يشوفها يروح عليه الدوام. مضبوط. هاي فادتنا وقتها كان حلو بال6 وبال10. طيب. فتشوف كلها. فاغلب انا عندي قاعه رياضيه. فاغلب اللي عند ال6 عرفوا التمرين والجمعه ابى تمرنوا في تمرين ماكو تمرين. ولا ساعتين مقابل. أثرت بطولة كأس العالم على اجتياد اللاعبين. إيجابي وسلبي. إيجابي قاموا يجون لاعب ما يتمرنون بس يقعدون بعون ويخلصون يرجعون حتى لازم جابان التشفير وغيره. اي تشفير اي بعد يقلبها مقة فرد. السلبي ماكو تمرين اغلبهم سمنا ورجعوا سمنا. لما يجي من هاكل هدفات يباع اللعب. بالشارع هم اشوف معاناة باقي المحلات يعزون الوقت. والكابتن عز يعني حتى قل الشرايط قلت. بدنا نشوف اقبال لاعبي كمال السام على متابعه مباريات كاس العالم. يتابعون. بدنا نشوف الصغار الكبار رجال حتى النساء تعليقات النساء هي شدت العالم وماكو فريق فايز فريق ما اعرف هذا اخر لحظه تعرف قطر تفوز السعوديه تفوز فلان يفوز فصارت. وهاي المحلات اللي تغلق محلات حزلت. نريد نشتري هالشيء. ملابس ب6 ب7 للسوق عندنا ساعه يعزل ساعه 10 يبقى يعني ماكو حركه يعني. زين ان شاء الله ايجابي هم تجمع احنا الناس قاموا يجمعون بيوتهم يطلعون. ممتاز. كل ما قاعد مع عائلته. والأهمية الشتوية صارت. شتوية مناسبة حلوة صارت والله زين كيف ترى انه بعد تأهل يعني فرق من آسيا هذا الكم
3 منتخبات لأول مرة مو صعدت. زين. هذا ما راح يعطي انطباع ايجابي للفيفا بزياده مقاعد القاره الصفراء. احنا كنا 4 مقاعد مضمونه ونص ما بيننا وما بين امريكا. اتمنى ان عدد سكانها المنتخبات في القاره الاسيويه من اكبر قارات العالم هي. نعم. بس كانوا قبل يقولون احنا نمشي على التصنيف على المستوى صحيح. هسه بدات الدول تتطور. تصنيف العالم بدا يصعد عندنا دول الخليج او دول شرق اسيا، حتى تايلاند، باقي الدول، اليابان، كوريا، استراليا، حتى العراق ان شاء الله نتمنى نعم. يفتحون المقاعد المفروض. زين هسه يعني 32 منتخب متأهلون من كافة بقاع الكرة الأرضية. كان يعني على أساس أنه 48 منتخب. أول ما رئيس الاتحاد الدولي استلم رئاسة الاتحاد الدولي قال أنه لربما نسوي 48 منتخب. هذا أكيد راح يعطي أمل كبير لبعض المنتخبات من ضمنها منتخبنا الوطني أكيد في أنه تكون هنالك حصة أكبر لمنتخبات آسيا. ربما تكون 6 فرق صافت وصعد، يكون عندنا حظوظ بهالموضوع هذا. هي زيادة عدد المنتخبات فيها شغلة تجارية، أرباح مادية. من خلال المنتخب راح يشارك أكيد جمهور راح يجون البلد المنظم، يستخدمون فنادق، يستخدمون هذا الفريق اللي صعد أكيد راح يستخدم مدربين أجانب، أكيد راح يشتري تيشيرتات الشركات. فهي فيها ربح أكيد جانب اقتصادي أكثر يزيد. كان قبل 16 منتخب 82 بعد 82 ارتفعت 20 لا كابتن. الافتتاح المبهر حقيقة قراءة آية من ذكر الحكيم، النشيد الوطني، بداية النشيد المقطع الأول لكل الدول العربية. هذه واحدة من أجمل الأشياء التي رأيناها في افتتاحيات البطولات الكروية. ما تعليق؟ هي تعليق بكلمتين. القضاء مفخرة العرب أصبحت نفتخر، كنا نفتخر بها، يعني عكس الصورة إيجابية عن الزي العربي، عن الإسلام، عن التقاليد العربية. حتى هناك نشوف وايد يعني مسيح أو باقي الطوائف يستسلمون، وايد يستسلمون كلاعبين كجمهور اللي يشوفون الطبع العربي، النهج، أسلوب الحياة، مسوي يعني حتى الجمهور ده يطلع يشوف الكرم، الغداء، وجبات، الطعام، كل مجان توزع. قطر مفخرة العرب أكثر صورة إيجابية. بالمقابل رأينا تصرف المنتخب الألماني تصرف غير مسؤول، وكان يعني شغله ما لها داعي بالعامية احنا نقول. يعني أنت تجي تنافس، تروح تفكيرك في غير أمور، وبالتالي يعني اللي حصلته شنو؟ بالإضافة إلى أنه هذا الموضوع يعني هو منافي، ما نقول الأخلاق الإسلامية فقط وإنما كل الديانات. يعني كل دول رافضته. يعني ما أعرف هذا الموضوع من يكون يعني يراد به الغرس أو وضعه بشكل يعني إجباري على مثل هكذا فعاليات، وفي أماكن لا ترضى بهذا الموضوع. كيف ترى يعني؟ الرياضة بعيدة عن السياسة، بعيدة عن الدين، عن كل شيء. الرياضة بعيدة وتجمع كل الشعوب. ليش يدخل هذه المواضيع الطائفية أو المواضيع الخاصة؟ أنت بيك خارج عن الآداب والخلق، مثلها بلدك أو مجتمعك الخاص بيك. أنت حر يا أخي. ليش نقلها بطولة كأس العالم؟ يعني كل الدول راح تشارك بيها، وكل شخصيات، كل جنسيات، صغار كبار، رجال نساء، كل ما يتابعوك، حتى ملايين مشاهدين يتابعوا التلفزيون. ليش تعكس هاي الصورة؟ نعم. كيف يرى نبيل الزبيدي في مباراة النهائي؟ من هم الأقرب ومن هم الأقرب إلى قلب نبيل الزبيدي أنه يتمنى أنه ما يخوض؟ سام ده وديوك الفرنسية، البرازيل، فرنسا. خلينا نغير شوية، خلي ربما المغرب، اليابان، المغرب محظوظ. المغرب يوصلون إن شاء الله. أتوقع ثالث إن شاء الله. والله أتمنى يعني من أول هو هذا يوصلون إن شاء الله. يعني ما أتمنى أنه يكون من ضمن المربع الذهبي اليابان والمغرب. أتمنى أن يكون اليابان والمغرب مباراة ظروف كانت من جانبه يوصلون ثالث رابع إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن، ما عسانا في نهاية حلقتنا هذه إلا أن نتقدم بشكر جزيل لك لتلبية دعوتنا وتسليط الضوء على ما آلت إليه مباريات الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث في دور المجاميع،
وما يعني تكلمنا به في مباريات اليوم وغدا وبعد غد لمباريات ثمن النهائي. لا نقول وداعا ولكن نقول إلى الملتقى، وشكرا جزيلا لك. وكلمة أخيرة. شرفت بيك بحضرتك ومعلومات اللي استفادت من عندك، والأستاذ المخرج سيعطاني والأستاذ حسين شافي علم من أعلام. الله يعزك، بارك الله فيك. نفتخر بيك، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة إن شاء الله. لا نقول وداع ولكن نقول إلى الملتقى وحلقة أخرى، ونسلط الضوء فيها على ما ستؤول إليه مباريات اليوم وغدا وبعد غد، دور الثمن النهائي. إلى الملتقى وحلقة أخرى من برنامج الرياضة في أسبوع. إلى اللقاء.